0 لصالح فريق اولمبيك بريكا، ولم يستعمل العاطفه وسجل هدف لانتصار ضد الفريق الذي كونه. والتسديده كانت قويه وكانت مركزه وكانت ما تمكنش مع الحارس انه يصد هذه الكره، واللي اعطت الفوز والتفوق لفريق اولمبيك بريكا. هل ينجح فريق شباب خليفرة في ان يعيد النتيجه؟ اظن انه من الصعب ومن الصعب جدا في هذه اللحظات، والمقابله لم يبقى من عمرها. استرجاع الكره في التمركز، شوف تمركز سيء جدا، والكره لصالح الهدف. يعني الهدف الاول لصالح اللاعب ويليام جيبور في هذه اللقطه، اللاعب المتالق خلال الليبيري يفتح باب التسجيل بعد ما اتى من الدفاع. هدف اول الى الدقيقه 60 الان، هدف اول لصالح الوداد البيضاوي. طبعا في الوقت اللي ما كنا ننتظر في عمليه ترتيب للوضع. شوف استلم الكره وصوب بدون ان يفكر في اي شيء بعد خطا فادح في الدفاع في ترويض الكره وابعادها. اذا بن حليب يهيئ تسديده، هدف جميل، هدف جميل لرجاء البيضاوي. هذا هو البناء الذي كنت تتحدث عنه، لما تفتقد اللمسه الاخيره من قلب مهاجم قناص مثل جيبور، فهناك لاعب يمكن ان يكون مؤثر في هذه اللمسه الاخيره. لما يسدد، جرب حظه بالتسديد وهدف. يمكن اقول تابعوا الان بن حليب مرر، لما سدد على بعد 30 متر. هو البرقدي لم يبارح ولم يغادر مكانه في هذه المحاوله. اذا التسديده كانت جيده وجميله تستحق هذا التنويه. تسديده كانت عبد المولى الاردن 1-2، ما زال الامكانيه كره السدد. عالمي هدف من المستوى العالي جدا في العلالي العطاء، اصاب الجميع في هذه المباراه بكره عالميه تستحق هذا التفاعل. يا له من هدف جميل، يا له من هدف رائع بالروعه من مكان اختار الزمان والمكان وسجل هدف عنوانه الإبهار والمتعة لمتعة العين لنرى لمرة ولمرتين وثلاث مرات. هدف ممتاز جدا، علامة امتياز والتحية والتقدير لهذه الأهداف الجميلة التي نتابعها في بطولة هذا الموسم. محاولة لقطع تسديدات